ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهارده بجد انا متأكدة ان مفيش بيت مصري بيعدي عليه اسبوع غير وهو بيعملها. جبت الحلة بتاعتي مليتها من المية وسبتها لحد ما غليت، حطيت عليها رشة من الملح وحطيت كمان عليها معلقة كبيرة من الزيت. بعد كده هجيب معايا المكرونة السباكيتي. هبدأ بقى، تقدري تستخدمي اي نوع مكرونة انت تحبيه. هبدأ كده اقلب المكرونة في المية علشان برضو تبقى ما بتلزقش وتبقى كل مكرونية لوحدها. بعد كده هجيب بقى حلة معايا على نار وهسيب المكرونة بتاعتي تتسلق عادي خالص. هجيب الحله بتاعتي هحط عليها حوالي معلقتين كبار من الزيت، واحط عليها بصلايه صغيره قوي مبشوره، وكمان حوالي من 3 ل 4 فصوص من الثوم مهروسين او مفرومين. وهبدا كده اقلبهم لحد ما ياخدوا معايا لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده معايا. هكون ضاربه معايا شفشق من الطماطم وهنزل بيه، واحط بقى عليها بقى البهارات بتاعتي اللي هي ملح، واحط كمان رشه من الفلفل الاسمر، وهحط كمان عليهم رشه صغيره قوي من البهارات، اي بهارات انت تحبيها، بهارات فراخ، بهارات لحمه، 7 بهارات بس ما تكتريش، حاجه بسيطه قوي. وهنقلب كده كله مع بعضه. واخر حاجه هننزل بيها كمان معلقه كبيره من الصلصه، وهنقلب بقى كده كله مع بعضه. وطبعا ما تنسوش معايا ان احنا هنحط كمان معلقه من السكر عشان طبعا الحموضه حموضة المعدة. بعد كده هنقلب كده كله مع بعض وهنسيبها لحد ما تتسبك. اول ما هتتسبك معانا هنبدأ بقى نشوف هنعمل فيها ايه. زي ما انتوا شايفين اتسبكت معايا وشكلها بجد بقت تجنن. جبت المكرونة بتاعتي بعد ما اتسلقت كويس. هبدأ بقى ان انا احط عليها معلقة من الزيت وهقلب كده كله مع بعض. وبعد كده هنزل بالمكرونة في الصلصة وهقلبها لحد ما تاخد الصلصة كلها تتقلب في المكرونة. وده كان شكلها. هبدأ بقى دلوقتي اقدم الطبق بتاعي. هنبدأ طبعا نزين الطبق بتاعي بحتة من البقدونس. طبعا العين بتاكل قبل البق. فطبعا بصراحة الوصفة دي خطيرة، وانا متأكدة ان الطريقة والخطوات والمكونات كل حاجة على الرغم ان هي بسيطة بس بجد طعم الطبق بيبقى لذيذ. ينفع بقى جنب فراخ مشوية، ينفع جنب بانيه، ينفع جنب كفتة، حاجة كده بجد خطيرة. كمان في معظم البيوت المصرية بتقدم كمان معاه البيض المسلوق. يلا جربوا الوصفة، والطريقة سهلة وبسيطة ومتاخدش معاكي اي وقت. يلا جربوها، الف هنا يا حلوين.